مرحبا ورودي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا تمام. اليوم رجعت لكم بصبغة العيد. مثل ما شايفين هذا هو لون شعري قبل، وشفت هذا اللون على التيك توك وكتير عجبني وحبيت انه اعمل درجة مشابهة لإلها. اول اشي لبست تيشيرت الصبغات عشان رح تشوفوا رح تصير في كارثة كمان شوي. وبعدين استخدمت هي الصبغة من إيغورا، استخدمت 3 عصارات ب3 ألوان، والألوان موجودة على الشاشة. وكمان استخدمت ديفلوبر الدرجة تاعته 20، ولو كنت مستخدمة 30 كان ممكن الدرجة تكون شوي أفتح، بس ما حبيت إنه أتعب شعري مشان هيك استخدمت درجة 20. أنتوا ممكن تستخدموا ديفلوبر من أي براند، أنا استخدمت من إيغورا كمان. طبعا النسبة اللي ممكن تحطوا فيها الديفلوبر بالنسبة للصبغة هي 1:1. أنا استخدمت ميزان عشان أتأكد إنه بالضبط الكمية اللي حطيتها من الصبغة تكون نفسها كمية الديفلوبر. هون بلشت أخلط الصبغة، ما بعرف ليش تهيألي هون إني أنا عم بخلط كيك أو شي، بس المهم خلطت الصبغة وبلشت أحطها على شعري. طبعا هون خبيرات الشعر إذا شافوا الفيديو شافوني كيف أنا عم بحط الصبغة على شعري رح يلطموا بالزاوية. يعني هيك الابليكيشن حسيته صعب شوي، لأنه أنا بالعادة بستخدم رغوة كصبغة، فبيكون الابليكيشن كتير أسهل من هيك. One eternity later. بعد سنة المهم خلصت، وشايفين الكارثة اللي صارت على التيشيرت. هاي أول مرة بصبغ شعري وهيك بيصير في أثر بكل مكان. المهم غسلت شعري وتحممت وكل شي تمام، وحطيت كونديشنر وهاي القصص، وبلشت أنشف بشعري مثل ما عم بتشوفوا. اللون كتير حبيته، حسيت انه كان كتير قريب من اللون اللي كان بدي اياه. وانتو كمان احكموا بنهاية الفيديو، رح احط لكم مقطع تشوفوا كيف قبل وبعد واللون اللي انا كان بدي اياه كمان. فانتو احكموا واكتبوا لي بالكومنتات اذا وصلت لدرجة اللون او لا. بس انا كتير حبيت اللون، واكيد متأكدة انه مع الغسل رح يفتح اكتر ورح يصير لون احلى واحلى واحلى. وهلا بلشت استشور شعري على السريع، رح احط لكم اللقطات عشان اذا بدكم تشوفوا كيف انا بستشور شعري. روابط كل المنتجات اللي استخدمتها بهذا الفيديو حيكونوا موجودين تحت في صندوق الوصف لو حابين انه تشيكوا عليهم. آخر شي لما أخلص من سشوار شعري بمشط شعري كله، لأنه ما بحب إنه الكيرلز أو الويفز تكون موجودة وكتير واضحة. بحب إنه خلص هيك تنزل وتصير فاردة حالها وطبيعية أكتر، فهي مع الوقت رح تنزل أكتر من هيك كمان. بس هذا هو النتيجة للسشوار وكمان لصبغة الشعر للعيد. اكتبوا لي في الكومنتات شو رأيكم بالصبغة، إذا وصلت للدرجة اللي أنا كنت حابة أوصل لها أو لا. أنا حاسة إنه الدرجة شوي قريبة، يعني كتير قريبة، بس يمكن هاي مخيلاتي بس. فاكتبوا لي بالكومنتات إذا حبيت الصبغة واللون والدرجة. شكرا كتير لمتابعتكم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وبشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.